هذول أنا خالهم إلهم. كيف يعني؟ أنا خالهم إلهم، أنا خالهم موالين مولاي. يعني هذا موالي. أنا فاهم. لا لا تعتقد دين النواصب إنهم أهل الرضاعة وحزمة الخذلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. حياك الله يا شيخ حسين، يا مرحبا يا مرحبا. كيفك يا غالي؟ الله يحفظك، اسعد الله صباحك، كيف اخبارك؟ كيف صحتك؟ طمني. ان شاء الله بخير. والله البارح طلعت من المستشفى والان اموره كويسه الحمد لله. شيخ حسين عقيدتهم هذا الله المستعان. شيخ حسين الشباب اللي قلت لك ابغاهم يتكلموا، ابغى الشباب ليه؟ لان الشباب يا شيخ حسين في اللي يصعد ويتكلم الهدايات عندنا هذه، يعني شوف الحوار ما في نتيجه معهم، ها يعني التحاوره ما يعطيك نتيجه. نبغى شوف العراقيين عندهم عواطف، العاطفه والامور، فهمت؟ نعم تمام. فنبغى ابغى من عندك الشباب اللي كلفتك عليهم الثقه اللي عندك السنه، نبغاهم يدرسون العقيده الشيعيه حتى لو شيء بسيط، فهمت؟ ويصعد 6 هدايات، والبنات اللي كلفتك عليهم يكونون مشرفات بثوث شيعيه ويتقمصوا الشخصيه الشيعيه، فهمت؟ اي نعم. انت عندك هدايات ما حضرتك؟ لا كان معانا هدايات البارحتين. خوياتنا اللي عندك. نعم نعم البارحة كان عندنا هدايات فضل الله. البارحة الشيعة جننوا ما شاء الله. من البنات اللي صعدت اهتدت من البنات، حنين ولا من؟ البارحة بنت. لا البارحة كان معانا بنت من الهدايات. وكان معانا شاب ايضا دخل بوجه وخرج باخر. دخل قال انا قريب على الالحاد. خرج من عندنا وهو الله عز وجل جاعل النور في صدره وعلى هدايه ومستسر وقلبه منشرح من فضل الله. ما شاء الله. سجل بس. شو اسمه، انت قلت لي بنتك وزوجتك اللي لحد الان اللي تثق فيهم فقط اللي زارهم في بث الشيعة؟ نعم. طيب انا ما قلت لك سوهم 6 يا شيخ حسين؟ 6 اكثر، 6 2 ما يكفن يا شيخ حسين. بعد مو اي واحد استاذ التقدير يا اخي، بالك مو اي واحد تعطيه سرك وتخليه انه يكون مؤيد لك 100%. يعني تصور انا كان معايا احدى المشرفات بالفتره الزمنيه اللي هي وياي، بعد ما يعني الفتره اللي هي بيها تاكدنا انه عندها ميلان للتشيع. وهي وياي مشرفه. شيخ حسين هذا شوف العالمين حضرناها من كل موقع ممكن توصل بيه ويانا. كويس. طيب ابغاك تفهم بنتك او زوجتك عندما تصعد معك ما تتكلم بلهجتك انت اللي انت بتتكلمون فيها، ابغى لهجه جنوبيه يا شيخ حسين. لا معروف هذا الشيء، لا تخاف منه يا اخي. لا في الكومنتات يكتبون هذا لهجته كذا. انتم عندكم محافظات كثيره في العراق صح؟ الاماكن اللي تعيش فيها الشيعة وش لهجتهم؟ نبغى لهجتهم. الكود. ايوه نبغى ايوه العماره نبغى لهجتهم. ايوه نبغى اللهجه عندما تصعد اللهجه. لا تخاف اللهجه لا تخاف. ضابطينها ها؟ يا اخي والله انت ما شاء الله عليك يا شيخ حسين، ما مخلي شيء. لا ما نعرف اعرف شلون اخليهم يتجنبون كلمات. السنه اكو كلمات الشيعي اذا حكاها يريد يمثل انه هو سني راح يلقف منها. واذا سني يتكلم على اساس هو شيعي راح يلقف منها. الكلمتين انا اعرفها كويس. راح اخليهم هم نفسهم يحيرون بنفس.
اليوم يا شيخ حسين ابغى اليوم ابغاك اليوم صعدتهم اثنين ورجال اثنين، ابغى اثنين، ابغى 5 هدايات 6 في بثك اليوم في ابغى تصير ترند هذا. وسالفه القناه وش سويت على الشيخ اللي قلت لك ابغى اصعدك في قناه فضائيه؟ كلمته نسق معه وضبطه عشان احجز، عشان تعطيني الموعد، احجز لك الموعد عشان فهمتني تطلع صوره وصوت. ها تطلع صوره وصوت. اي نعم. ايوه عشان اضبط لك الموعد. تبغاها سلسله ولا مناظره؟ يعني كيف تبغاها؟ لا نخليها وياك 3-4 مناظرات. لا مو عشان احجزها، عشان احجز فهمتني، احجز الايام. احنا نأكد عليه اولا وناخذ منه قول امين وابلغ حضرتك. انا يا شيخ حسين انا قاعد شيخ حسين انا قاعد اخذ المقاطع القويه اللي عندك، وخصوصا الهدايا من اشوفها المشايخ ينصدمون. فهمت؟ الهدايات عندهم ما يشوفون والله اشوفك تنشر واشوف شباب ينشرون، اسحب وابعث. فهمت؟ الجميع لا اخذهم يعني اي هدايه عندك ببعثها، اشوفهم ينصدمون ما شاء الله. يا اخي انت داخل يا اخي انك عراقي، لانك عراقي وتفهم الطريقه والحوار حقك يا اخي انت غير، فهم قسم بالله انك غير ما شاء الله. الهدايات مسجله عن طريق صقور الرزق ومسجله عن طريق بثوث سنيه، راح احجزها للجنابك اطلع عليها صوره وصوت كويس. كلها الشيعه ومن صلب الشيعه من كربلاء والنجف، وهاي بحد ذاتها اكبر طامع الشيعه انه يجيك هدايات من كربلاء والنجف. شيخ حسين اليوم ابغاك تصعد اللي عندك في تصعد بنتك وزوجتك وتشوف انه طريقتك انت مدرسهم. ايوه اذا شو استفاد يا ثاني؟ الاستفاد عواطفهم يا شيخ حسين، العواطف. شلون انتبه علي؟ هذول انا خالهم الهم. كيف يعني؟ انا خالهم الهم، انا خالهم موالين مولاي. يعني هذا موالي انا فاهم. لا ضيق مولاي هذا ضدي. اي طيب في حسابات ثانيه يا شيخ، بحسابات ثانيه يا شيخ حسين. والصوت استاذ الصوت كم مره صعدوا عندكم؟ الصوت راح يسجل. طيب كم مره صعدوا عندك؟ الصوت راح يسجل استاذ، انتبه علي. الشيعة يسجلون صوت المهتدين وبعدين ومركزين، وانا اذا سجل الصوت اليوم اللي راح ادخلهم يقتحمون البثوث الشيعيه ويصيرون مشرفين ويصيرون موالين مولاي، راح يلكفون بالصوت، فراح تعبي يروح بلاش. بس باللهجه الجنوبيه يا شيخ حسين بتغير بطريقه. لا بأس يلكفون، راح ينقص الصوت. ذول الشيعة لا تستهين بيهم، ذول ناس خبثاء يدورون الساخرة، يدورون الحرف على اليمين، خليهم مخفين يصيرون مشرفين في بثوثهم، يصعدون يسألون محاوريهم شوية شوية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من صار الاستدراج صار التسجيل وصار الصوت وصار الكلام. تعال هسه نتحاسب صح؟ هسه جا وقت الحساب. ممكن بس الاشراف ما تتكلم، مو مفروض تصعد قست عندهم. شلون يعني فهم؟ يعني الاشراف لازم تصعد عندهم قست تسولف؟ لازم يثقون، طي ثقه وطي ثقه وطي امان، وعرف انا وياك موالي، وعرف انا بصفك كويس. الشغل الان يسوي باسبوع خلص لي الشهر. كويس يعني الان انا يا شيخ حسين ورب العزه الحوار معهم ضايع، ورب العزه فهمت؟ الحوار ضايع الان. الشباب اللي قلت لك عليهم السته اللي يدرسهم بطريقه انهم شيعه ويصعدون ويتكلمون، وخاصه اللي فاهمين اللي منهم قلت لدكاتره ومهندسين، هؤلاء يفهمون ويركزون في الكلام، ذولا ابغاهم. والبنات ابغاهم يا شيخ حسين، هذول هم اللي يسوون الشو. راح اشوف ما يقرا عينك. ها؟ حتى من لبة الشيعة
من أصل الشيعة، من منطقة شيعية تعتبر أخطر منطقة شيعية بالعراق، أخطر منطقة شيعية ببغداد. عندي واحد أيضا على وشك يكون جاهز 100%، وهذا يضرب ولا يبالي ويفتح كاميرا مثلي. السني هو سني ها؟ هو لا، هذا أصل شيعي يا شيخ حسين. أنا قلت لك سنة، ما أبغى ذول، هذا ممكن يتراجع، نبغى السنة المنة وفينا يا شيخ حسين. مستحيل أستاذ، من عندنا السنة ومن عندهم الشيعة. لا تنسى اكو شيعة الآن يعتبر نفسه مجاهد في سبيل الله ضد اللي هجروا عائلته وقتلوا أهله وكسروا ودخلوا مستشفى. هذا يضرب ولا يبالي، يضرب وما يبالي، بس شنو؟ تكون انت وياه على تواصل مستمر، ما تركب الهوى. انت عندهم يا شيخ حسين؟ انا وياهم استاذ. انا يا شيخ حسين، انت عليك التثقيف والتدريس والتعليم، تمام، هذه برقبتك. اما انا وشيخ مصعب، الشيخ محمد الله يحفظه ويرعاه، تمام، وبعض الشباب اللي يعني اصلا ما اقدر اذكر اسمائهم لانهم يشتغلون لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول لك لا تذكر اسمه. اي، نحن علينا الدعم المعنوي والمادي والنفسي لله، ليس لك يا شيخ حسين وليس لغير، لله سبحانه وتعالى، لله، نصرة لله. نعم. اللي كلمتك عليهم مهمين يا شيخ حسين، والله الحوار معهم عقيم مرة. فاسلوبك الجديد اللي داخل فيه فترة يسيرة يا شيخ، واصبر صبرا جميلا، راح تشوف القرآن يقول لي انت ما تتوقع من عندي.